زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو ازاي الساحر ده بيستعين بالجن وبيتحدى الناس انهم لا يتغلبوا عليه. يعني الشباب ماسكين بعض العصي او الآلات وبيحاولوا يضربوه ولكن لا تصل اليه الضربات، وكأنه معه رجال من الجن كما يظن يدافعون عنه. وهقول لكم حكم الاستعانة بالجن حرام ولا حلال في آخر الفيديو. ولكن يسخر الله تعالى شيخا رجلا ملتزما يأتي إليه يقول له بعض الكلمات عن رسول الله، ثم يطير هذا الساحر في الهواء ويتخلى الجن عنه. شوفوا ازاي هو قاعد في وسطهم او واقف في وسطهم وبيحاولوا يضربوه وهو واقف لا يرفع يده ولا يحرك ساكنا، والجن يدافع عنه والضربات لا تصل إليه أبدا. كل هذه استعانة ولا حول ولا قوة إلا بالله وتنازلات يقدمها الساحر من أجل أن يدافع عنه أمام الناس، ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا. دلوقتي الشيخ هيدخل كده ويقرب منه ويقول له بعض الكلمات. اسمعوا كده، هيقول له: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ممكن بعض الناس يقول أنا بقرأ، ولكن لا، تحتاج إلى قوة روحية، تحتاج إلى صدق. فالشيخ يدخل يقرأ إيه أو يقول له: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويبدأ ينفخ فيه كده، وهو خلاص تخلى الجن عنه، أصبح ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الإنسان المسلم القوي يتقوى بدينه، يتقوى بأوراده الدينية وبأذكاره. الله تعالى سخر هذا الشيخ لكي يثبت لنا أنه لا يفلح الساحر حيث أتى. تشوف كم شاب وكم راجل حواليه لم يستطيعوا أن يصلوا إليه ولم يرفع يدا، إلا أن هذا الشيخ يعلم ماذا يفعل. مش شرط يكون شيخ، بعض الناس لازم يكون شيخ. ممكن يكون رجل عنده حسن يقين في الله سبحانه وتعالى وعنده صلة قوية، دخل وقال له: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قالها بيقين وبدأ ينفخ فيه فيضعف شيئا فشيئا، لأن الجن قد تخلوا عنه وتركوه. شفتوا إزاي الأوراد والأذكار قوية جدا. سبحان الله العظيم. بعض الناس يستعين بالجن، يقول لك من أجل الشفاء، يقول لك من أجل أنهم يفعلوا خير. هل حلال أم حرام؟ وهناك كلام كثير وفيه لغط وغلط وخلط ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذي أميل إليه أنه لا يجوز الاستعانة بالجن أبدا، سواء كان المسلم منهم أو غير المسلم، لا يجوز أبدا. الله تعالى يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يبقى إزاي أنت تستعين بالجن؟ إزاي تقول لي هل هناك دليل؟ ليس هناك دليل على صحة من يقول أنه يجوز الاستعانة بالجن في الأفعال في مثلها، حتى وإن كان في أمور الشفاء والعلاج. لم يفعلها أحد، حتى منهم كانوا أفضل منا الصحابة والتابعين بعد رسول الله لم يلجأوا لمثل هذه الأمور، إنما كانوا يلجؤون إلى الرقية الشرعية وإلى الأوراد الدينية، والإنسان يتقوى بالله سبحانه وتعالى ويستعين بالله سبحانه وتعالى. يبقى لا تأتي كاهنا أو عرافا، لا تذهب إلى دجالا. يعني من ذهب إلى كاهن وعنده يقين فيه فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت يكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى، عندك ثقة. للأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله تحت مسمى العلاج بالقرآن الكريم، وهو حق أريد به باطل، يحصل أمور غش ونصب ودجل، وبعض الناس يستحلون أموالا وأرقاما، وهذا كله من نور النصب ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الشيخ أو القارئ أو الراقي الذي تعلم صحيحا ويعلم صحيح الدين يعالج بما قاله الله وقال رسول الله، دون أن يلجأ إلى أمور فيها جن واستعانة بالجن. هذا العالم الغيبي، أهل الحق وأهل الإيمان لا يستعينوا بالجن في مثل هذه الأمور. الجن عالم مستقل عن عالم الإنسان، وهذا حال المؤمن القوي، يتقوى بالله سبحانه وتعالى، يتقوى بأوراده، يتقوى بأذكاره، ويعلم بأنه بكلمات طيبات أوحي بها إلى رسول الله يستطيع أن يتغلب على السحر والسحرة.
بيقين بالله سبحانه وتعالى. إذن فلا يجوز الاستعانة بالجن، ومن بلغكم أنه لا يجوز فقد كثر لغطه وخلطه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ديننا واضح، ليس فيه ملابسات، وليس فيه تعقيدات ولا غموض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الاستعانة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى في المقام الأول. والله تعالى يقول حكاية عن الإنس والجن: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. يبقى احنا خلينا في الأمور الواضحات، خلينا في العقيدة الصالحة الصحيحة، وهي أن تستعين بما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه